كيفكم مع عروض اليوم الوطني؟ خصومات بكل مكان والاسعار تنزل فجأة، والهدايا والاعلانات تخليك تحس انك لازم تشتري حتى لو ما تحتاج. بس لو ركزنا شوي نلقى ان الموضوع اكبر من مجرد خصومات، والشركات في كل مكان بالعالم تستغل الايام الخاصة عشان تشعل موجة شراء جماعية. ناخذ مثال البلاك فرايدي، يوم صار رمز للتسوق الجنوني، والمحلات ترفع الاسعار قبلها بفترة وبعدين تنزلها وكأنها خصم اسطوري. والكريسماس المفروض مناسبة عائلية عند الغرب، لكن تحولت لموسم الهدايا والشركات تستفيد من الجو العاطفي. وحتى عندنا اليوم الوطني صار وقت تزين فيه المحلات بالأخضر. والذكي هنا مش بس العروض، الذكي هو اللعب على المشاعر. شعور الوطنية اشتر منتجنا وشارك الفرحة، وشعور الفرح بالعطلة الهدايا ما تكمل إلا بعروضنا، وشعور الخوف من ضياع الفرصة الكمية محدودة والعرض اليوم وبكرة يختفي. وهذا هو السر، العروض الترويجية ما ترتبط بالتاريخ نفسه بل بالقدرة على تحريك الناس في لحظة معينة، وبكذا الشركات تربح مليارات والمستهلك يحس انه استفاد وهو غالبا صرف اكثر مما كان ناوي. وفي نفس الوقت علمونا كيفكم مع العروض.